السلام عليكم. انا سميتي مروه. غادي نعاود لكم قصتي باختصار. كان في العمر ديالي 15 سنه. كنت كنقرا في الليسي وخاطيني الولاد والدوران. ملي كنخرج من الدار وانا حاطه عينيا في الارض، ملي كنرجع للدار كندخل للكوزينه، من بعد كنراجع شويه، وملي كنسالي كندخل للفيسبوك وكنهضر شويه مع صحاباتي. واحد النهار وكيف العاده كنت داخله للفيسبوك وكندور فيه، حتى بانوا ليا تصاور ديال ولد عمي جالس مع جوج البنات على الطبله ديال الشراب، وانا ما عجبنيش الحال. نط كتبت كومونطير على التصويره ديال ولد عمي، وصاحب ولد عمي رد عليا وصيفط لي انفيتاسيون، وبقينا كنهضروا واكتشفت بلي هذا الشخص سميتو سفيان، وهو في الاصل الاخ ديال صاحبتي. بقينا كنهضروا لمده طويله بحال الاصدقاء. مع الوقت تعرفنا على بعضياتنا بزاف، حتى لواحد النهار قال لي يا سفيان، مروه بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. قلت ليه مرحبا، خير ان شاء الله. قال لي صراحه راكي عجبتيني وبغيتك تولي حبيبتي، اش قلتي؟ قلت ليه سفيان، اش كتقول؟ انا راه باقا صغيره وزيدون ما بغيت حتى واحد يكون في حياتي. وبقى هكاك معايا لمده 3 شهور وهو كيهضر معايا في نفس الموضوع، ويقول لي انا كنبغيك وعجبتيني من اول نهار هضرت معاك، اعطيني غير فرصه. حتى لواحد النهار قلت مع راسي علاش ما نعطيش فرصه، انا ما خسره والو، واصلا سفيان ظريف بزاف وكيعاملني احسن تعامل. وفي ديك الليله هضرت معاه وقلت له انا قابله نكون حبيبتك يا سفيان. قال لي الحمد لله واخيرا، اجي غدا بغيت نشوفك. قلت ليه فين وعلاش؟ قال لي في القهوه عندي لك مفاجاه. قلت ليه واخا صافي ان شاء الله. لغت ليه لبست مزيان وقديت شعري والحالة ومشيت للقهوة فين اتفقنا نتلاقى. وغير وصلت دخلت ولقيته مع بزاف ديال البنات وهو في الوسط ديالهم. قلت ليه تبارك الله تبارك الله، هذه هي المفاجأة. جالس في وسط البنات وانا ما كملتش كلامي حتى وقفوا كلهم وبقاو كيقولوا سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا مروة. مفاجأة كانت كبيرة وبزاف، وهي الاحتفال بالعيد الميلاد ديالي حيت كملت 16 سنة. فرحت بزاف وقلت ليه سمح لي بزاف ظلمتك يا سفيان. قال لي سكتي ما تقولي حتى كلمة، هذا النهار ديالك وخاصك تستمتعي به. وفاتت أمسية زوينة. زاد سفيان كبر في عينيا بهذا الشيء اللي دار معايا. دازت شهرين على العلاقة ديالنا وكل شيء كان غادي مزيان، حتى لواحد النهار سفيان قال لي خاصني نهضر مع ولد عمك ونقول ليه راني معاك وباللي كنبغيك وحتى انت كتبغيني. ما جاتش نخبي عليه وهو بحال خويا. قلت ليه واخا هكا احسن من المشاكل والصداع، ولكن انا كنت غالطه حيت هنا غيبداو المشاكل ديال بصح. سفيان تلاقى مع ولد عمي وصارحوا وعاود ليه العلاقة الحب اللي كتجمعوا معايا، ولكن ولد عمي ما تقبلش الفكرة وتخاصم معاه وهددو بالقتل إلا ما بعدش عليا. إلا أن حب سفيان كان كبير وقوي بزاف، وقرر أنه ما يستسلمش، إما نكونوا لبعضياتنا وإما يموت على جالي. ولد عمي مقدرش يعاود لبابا على العلاقة اللي بيني وبين سفيان، وكان الحل الوحيد ديالو هو يصيفط شي بنت لعند بابا وتعاود ليه كل شي عليا. وبالفعل هادشي اللي كان. بابا عرف كل شي وكان المصير ديالي هو الضرب، وحبسني لمدة أسبوع في البيت ديالي، ما كنخرج ما كندرج ما كنمشي نقرا. سفيان ملي عرف شنو وقع ليا مشى عند العم ديالي وعاود ليه كل شي، وقال ليه انا باغيها على سنة الله ورسوله، الله يجازيك بالخير، دخل بيناتنا بالخير. وفعلا عمي جا عند بابا وفهموا باللي سفيان ناوي الخير وباغيني في الحلال. بابا بقى غير ساكت حتى دخلت اختي الكبيره وقالت لهم لا لا ما يمكنش، انا اختي تدي سفيان مستحيل، وانا غادي نقنعها ونقول لها باللي ما يصلحش ليك. انا هادشي كامل كنت كنسمعو من ورا الباب د البيت ديالي. وبالفعل دخلت عندي اختي للبيت وقالت لي شوفي، غادي تخوي راسك من هاد سفيان، انت راكي باقا صغيره ومازال المستقبل قدامك، والزواج خليه هو الاخر. قلت لها اختي حسي بيا، راه حتى انا عندي قلب وكنحس بيه، وانا سفيان كنبغيه وغير هو اللي ندي، والا ما بغيتوش غندير شي فضيحه في راسي. خرجت
اختي وسدت عليا بالساروت. انا في ديك اللحظه بقيت كنغوت ونبكي وندعي الله يفرج عليا ويشوف من محايني، ولكن ربي كبير وما خيبنيش. من بعد يومين جاو عائلة سفيان باش يطلبوا يدي من بابا، وفعلا بابا قبل، حيت واخا هكاك ما بغاش يشوفني كنتعذب في ديك الحاله. قراو الفاتحه واتفقوا باللي بعد عامين نديروا العرس على ما نكمل 18 سنه. والحمد لله بعد عامين تزوجنا ودرنا العرس في مراكش. من بعد العرس ب3 سنين دابا الحمد لله راني في شهري الاول كنتسنى شي كتكوت ولا كتكوته. دعيو معايا يفك الله وحايلي على خير. هذه هي قصتي وقلت ننفس على راسي ونشاركها معاكم، ومنها نقول لكم اللي كيبغيو بعضياتهم في الحلال يتماسكوا ويواجهوا جميع الصعوبات وما يتخلاوش على بعضياتهم حتى يتجمعوا في الحلال ان شاء الله، والله يسهل على الجميع. شكرا خويا حيت عطيتيني فرصه نعاود قصتي، وشكرا لكم كاملين. شكرا لك كذلك اختي مروه، الله يخليكم لبعضياتكم والله يفك وحالك على خير، والله يسهل على اي واحد ناوي الحلال. ونتمنى ان شاء الله تكون القصه ديال الاخت مروه عجبتكم، وكما العاده لاي واحد عنده شي قصه خاصه به وبغى يشاركها معنا ما عليه الا يتواصل معايا. تحياتي.